السلام عليكم. وأخيرا تم الإعلان على نتائج انتقاء مباراة ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة إسبيتس. إلا قلبتي على سميتك في اللوائح ولقيتيها راه مزيان، خاصك تعرف شنو دير من بعد. أما إلا ما لقيتيش سميتك، خاصك تعرف واحد الحاجة: المدارس اللي كيدوزو فيها الكونكور ما كيكونوش عندهم لوائح انتظاع مباشرة. بمعنى آخر، إلا ما بانش سميتك في لوائح المقبولين، ما تبقاش تسنى لوائح أخرى. علاش؟ حيت لوائح الانتظار كيكونوا غير للناس اللي عيطوا ليهم باش يدوزوا الكونكور، عاد من بعد كيتحدد واش غادي يدخلوا ولا لا. دابا واحد الخبر زوين هاد العام: بزاف ديال الناس بالنقاط ديال 10، 10 ونص، 11 ونص ما بين الجهوي والوطني تقبلوا في اللوائح الرئيسية وحتى في إسبيتس. هادشي كيوري أن الأمل كبير، وماشي ضروري تجيب نقطة عالية بزاف باش تكون عندك فرصة. دابا نجاوب على سؤال آخر جا عندي بزاف: أنا تقبلت، أش خاصني ندير؟ الجواب: ما دير والو دابا، غير تبدا توجد الكونكور ديال الإسبيتس. النقطة الثالثة اللي خاصني نشرحها: بزاف سولوا على كونفوكاسيون الاستدعاء. الجواب: ما كايناش شي كونفوكاسيون رسمية. الإعلان على النتائج هو بحد ذاته بمثابة استدعاء. الكونكور غادي يكون إن شاء الله نهار 20 و 21 شتنبر 2025. باقي عندك قرابة 20 يوم باش توجد، وهاد المدة كافية بزاف خصوصا للناس اللي باقي ما بداوش التحضير. باش تدخل الكونكور خاصك غير جوج حوايج: لاكارت ناسيونال، يعني بطاقة التعريف الوطنية، وورقة ديال التسجيل اللي كيخرج اوتوماتيكيا ملي كتسجل في منصة إسبيتس. هاد الورقة خاصك تطبعها وديها معك. إلا ضيعتوها ممكن يفتحوا السيستم من جديد باش تقدر تحملو، غير تدخل بالنميرو ديال لاكارت زائد تاريخ الازدياد. يعني الخلاصة: ما كاين لا استدعاء رسمي لا والو، غير خاصك بطاقة تعريف زائد ورقة تسجيل مطبوعة. الكونكور عندك يومين باش تدوزو، 20 و 21 شتنبر. كيكون هو الأساس، وكيختلف حسب التخصص اللي غادي تختار. مثلا إلا كنتي في شعبة العلوم الطبيعية غادي يكون عندك امتحان في علوم الحياة والأرض، وإلا كنتي في شعبة علمية أخرى كيكون عندك امتحان في الفيزياء والكيمياء. بالنسبة لمادة الفلسفة كتجي لبعض التخصصات، وكاين أيضا الفرنسية اللي مفروضة على جميع المترشحين بلا استثناء. هنا خاصك تركز مزيان، حيت هاد المرحلة هي اللي كتحسم بزاف. من بعد كيجي الامتحان الشفوي، وهذا غير مقابلة بسيطة، الهدف منها يتعرفوا عليك ويشوفوا واش عندك الميول للمجال، ماشي إقصائية، يعني غير للتعرف. إلا سالت هاد المراحل كيتم الإعلان على النتائج النهائية. إلا تقبلتي كتمشي كتحط شهادة الباك والوثائق اللي كيطلبوها منك، وكتبدا المسار ديالك في معهد إسبيتس. باختصار، الامتحان الكتابي هو اللي كيلعب الدور الكبير، أما المراحل الأخرى فهي سهلة بزاف.